امي قالت لي يلا نعمل شويه بصاره علشان صيام العذراء، قلت انا متاكده، قالت لي الوصفه دي هتطلع ترند. يلا قولوا لي سلم ايديك يا بنوب، وقولوا لي انتوا بتعملوا البصاره بالخضره ولا بالملوخيه الناشفه. تابعوني بقى وتعالوا بقى اقول لكم طريقه البصاره بتاعت زمان. عندي كده نص كيلو من الفول المدشوش، بجيبه كده وببدا كده انقي لو في اي حاجه مش نظيفه. ولازم يا جماعه يتغسل كويس قوي وتحت الحنفيه كمان، علشان الفول المدشوش بتبقى فيه زي نسبه تراب كده، فلازم يتغسل كويس قوي. بصوا يا جماعه الميه بتبقى مش نضيفه خالص، باخده كده اشطفه شطفه كويسه وبيبقى زي الفل. عندي بقى حله حلوه كده لسه ما حطيتهاش على النار، حطيت فيها نص كيلو من الفول المدشوش، وبدات احط عليها بصلايه مقطعها، نص حزمه من البقدونس، نص حزمه من الكزبره الخضراء، وكمان 5 فصوص من الثوم. وبعد كده بنزل عليهم بالميه السخنه اللي بتغلي، لازم تغطيهم واكتر كمان علشان هسيب كل الكلام ده يتسلق سلقه حلوه. باخد بقى الحله وارفعها على النار على درجه حراره متوسطه، ما بياخدش وقت خالص يا جماعه البصاره على النار. تمام، لو احتاجت ميه بضيف لها تكون ميه سخنه بتغلي. بعد كده عندي البصل باخده كده اقطعه جوليان او شرايح زي ما انتم شايفين، علشان انا عايزه كده شبه البصل بتاع الكشري. تمام. بعد كده ما قطعت البصل بتاعنا ممكن اديله بقى تعفيره نشا تعفيره دي، المهم ان انا بقليه زي الكشري. بعد كده بشوف بقى البصاره بتاعتنا بدات تعمل الريم، لازم يا جماعه الريم ده يتشال علشان القولون بتاعكم. بعد كده بقى هدي تقليبه، ولسه الفول بقى ما استواش. تعالوا بقى نعمل شوية البصل عقبال ما الفول يتعمل. بصوا بقى عندي بقى طاسة على النار، حطيت الزيت ونزلت كده بالبصل. انا قلت لكم البصل عايزه يبقى زي بصل لو مركزين اكتبوا لي في الكومنتات اشوفكم مركزين معايا ولا لا. بصوا قعدت حوالي بقى البصارة تلت ساعة، الفول خلاص دخل في السوا. هبدأ بقى اضيف لها كوباية من الملوخية الناشفة وملح وكمون وكزبرة. الكوباية اللي انا ضفتها كوباية صغيرة، تمام، اللي هي تعادل حوالي 3/4 مج. طيب في ناس تحب تحط ملوخية كتير، في ناس تحب تحط ملوخية قليل، يعني هي الكمية دي حلوة قوي. تمام. بديها بقى غلوة مع الملوخية الناشفة، وببدأ كده اخد بقى البصل اديله تقليبة، وانزل عليه فصين من الثوم، بيدي يا جماعة ريحة حلوة قوي قوي للبصل. وبعد ما اديته تقليبة وخلاص بقى البصل بدأ يدخل في المرحلة الحلوة دي، ببدأ كده اخد معلقتين منه، هي دي تبقى شبه الطشة بتاعت شبه طشة البصارة. تمام، بتدي طعم حلو قوي البصل المتكرمل ده. وبعد كده بقى ادي تقليبه حلوه، احنا لسه فاتحين النار، وهنزل بقى بمعلقتين 3 من الزيت اللي انا قليت فيه البصل. بجد بيودي البصاره في حته تانية يا جماعه. هدي بقى تقليبه، وممكن اضرب في الخلاط، اسيب بس الكلام ده يهدى ويبرد واضرب في الخلاط، يا اما اضربه بالهاند بلندر وهو في الحل. انا ضربته بالهاند بلندر وسبته كده اديته غلوه، وبدات كده اجيب الطبق بتاعنا، ويلا بقى بينا نحط بقى شويه البصاره. بصوا الحلاوه والجمال، حطيت بقى البصل الورد شبه بتاع الكشري زي ما قلت لكم. والنهارده عملت البصاره على طريقه ماما وعلى طريقه جدتي. يلا قولوا لي سلم ايديك يا بنوم، ولو البصاره عجبتكم اعملوا لها شير لكل حبايبكم.